أهلا وسهلا بجميع الإخوان في قناة مغربكم. اليوم بغيت نشارك معكم موضوع حلقة اليوم الخاصة باللاعب إبراهيم دياز ذو الأصول المغربية والمحترف في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وعندي بزاف من الأشياء المثيرة باش نشاركها معكم، ومتشوق لاكتشاف وجهة نظركم وتعليقاتكم، فما تردوش في كتابة تعليقاتكم واقتراحاتكم في صندوق التعليقات أسفل الفيديو، وأنا على استعداد تام للاستماع لكم وتنفيذ طلباتكم. حلقة اليوم بطلها إسباني من أصول مغربية اللي غنحاولوا نتعرفوا من خلالها على قصة لاعب ريال مدريد الإسباني. غادي نحاولوا نكشفوا على واحد من أبرز الأسئلة اللي كتشغل عقول عشاق كرة القدم في هذه الأيام، واللي كتدور حول الموهبة الشابة إبراهيم دياز. واش غيلعب لصالح المنتخب المغربي أم سيختار تمثيل المنتخب الإسباني؟ هذا السؤال من أكثر الأسئلة المطروحة بين الصحافة الوطنية والدولية. هي تساؤلات مشروعة حول مستقبل اللاعب وتأثيره على الساحة الرياضية بالنظر إلى جذوره المغربية ومسيرته الرياضية في إسبانيا. وكيبقى قرار إبراهيم دياز لحظة تاريخية تنتظر الإجابة، مع الاستعراض الشامل لمسيرة اللاعب المهنية والتحليل المعمق للعوامل اللي تقدر تأثر في اختياره. غنحاول نفهموا اللي يقدر يدفع لاعب من قيمة إبراهيم دياز إلى اختيار منتخب على حساب آخر. إبراهيم دياز الذي أضاء سماء الملاعب الأوروبية ببراعته التهديفية ومهاراته الاستثنائية. إبراهيم دياز كيتمتع بقوة بدنية وسرعة فائقة، وكيتميز بمهارات رائعة في التسديد والتمرير، مما جعله لاعبا لا غنى عنه في خطط المدربين، بالإضافة إلى إسهاماته الفردية. وكيتعتبر لاعب يعمل بروح الفريق وكيسعى دائما لتحقيق النجاح. إبراهيم دياز هو لاعب كرة القدم الإسباني ذو الأصول المغربية، وكيبلغ من العمر 24 عام. تولد 3 أغسطس 1999. يتألق دياز في مركز الوسط الهجومي، يمثل الفخر بفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أنه سبق ليه شارك بنشاط مع المنتخب الإسباني لكرة القدم ليرفع من مكانته كلاعب دولي موهوب. سبق ليه تحقيق العديد من البطولات والجوائز، مما جعله مصدر إلهام للكثيرين ونموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه. باختصار قصة نجاح إبراهيم دياز وكيف أصبح أحد أبرز النجوم في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى مسيرته الشخصية والدينية اللي كتجمع بين الإبداع الرياضي والتواضع والقيم الأخلاقية. اللاعب إبراهيم دياز المولود في مدينة سبتة لأب من أصول مغربية خاض تجربة في المنتخب الإسباني في الفئات السنية، ولكن بهذه السرعة ما اتخذش القرار النهائي بخصوص تمثيله المنتخب المغربي أو المنتخب الإسباني، وهذا اللي كان سبب لجدل كبير بين المغاربة. إبراهيم دياز أمل جديد للمغرب أم تكرار لقصة يمين يامال؟ هذا السؤال اللي كيدور في تفكير الجمهور المغربي بعد رفض لاعب برشلونة الصاعد لامين يامال تمثيل المغرب واختياره لتمثيل إسبانيا. دائما لكل واحد منا خياراته في رسم طريق مستقبله، ودياز كما جميع الناس غادي يكون مسؤول عن اختياره سواء المغرب أو إسبانيا، والمغاربة ينتظرون قراره الإيجابي باختياره للمنتخب المغربي اللي غادي يكون له إضافة كبيرة وكبيرة جدا داخل التشكيلة الوطنية القادمة بحول الله تعالى في كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. الجميع ينتظر خيارات أو خيار إبراهيم دياز، وكلنا متشوقون وإيجابيون في اختياره للألوان الوطنية، ونتمنى له كل التوفيق في اختياره الصائب باختياره المغرب. قبل نهاية الفيديو محتاج دعمكم ومشاركتكم باش نطوروا القناة ونقدم لكم مزيد من المحتويات الرائعة. فما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوا الفيديوهات مع أصحابكم وأحبابكم. كما يمكنكم الاشتراك في القناة باش تكونوا أول المعلقين على الفيديوهات الجديدة اللي غادي ننشرها. إلى اللقاء.